يا حبيبتي يا طنجرة، يا روحي يا طنجرة، اليوم بدنا نعمل طبخة كتير طيبة لأنه الأولاد جوعانين. بهورة، فلافيلو، ملاليحو، يا روحي، وينكن يا بصول؟ وينكن حبيباتي؟ الملكة أحلام ظهرت بلقاء مؤخرا وحكت لنا عن سر تميزها بالأكل، أنا فيني طبع يمكن تنصدمين منه. واللي هو إنه هي بتتغزل بالطناجر والخضرة والبهارات وبتحكي معهم وبتحمسهم مشان تطلع الطبخة طيبة. يا الله على البصل مالي، الله على ثومية، الله على الزنجبيل، بهاراتي قنينة. أحلام خبرتنا إنه أبوها كان شاطر كتير بالطبخ وإنه هو وأمها كانوا سبب عشقها للطبخ. أنا مثلا في رمضان ترى أنا لزيمة أمي في المطبخ كنت. يا عمري. وخبرتنا كمان انه هي بتتميز اكثر شيء بطبخ السمك. هلا يمكن لانه السمك حساس ورومانسي فبيتفقوا مع بعض هو واحلام. يعني مع الشرح الحلو انا شم الريحه مو بس السر. ما بعرف. وقالت كمان انه ذكرياتها الرومانسيه وكل ايام الحب مع زوجها مبارك مرتبطه بالاكل. مبارك تذكر؟ مبارك تذكر؟ مبارك. يبدو انه الملكه احلام فهمان الموضوع صح وعرفانه انه اقرب طريق لقلب الرجل هو معدته. وكونه نحن برمضان الشهر الكريم وشهر الاكلات الطيبه، جربوا سر احلام وحاولوا تتغزلوا بالاكل وانتم عم تطبخوا وخبرونا رح تتغير الطعمه. التيست إيطالي بس الخلطة اللي فيها عربية. عربية. وبس.